عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم ربي وبحمدك، سبحانك ربي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أحبائي الكرام، مربي الأرنب في كل مكان، يا رب دايما من نجاح لنجاح تبقوا في أفضل حال. إن شاء الله فيديو مهم جدا، تابع معايا الفيديو للآخر زي ما بقول لك كل مرة، ممكن تكون المعلومة في آخر الفيديو إن شاء الله رب العالمين. فيديو مهم. الناس بتتكلم انا عايز ادي للام كالسيوم، انا عايز الام ادي لها فيتامينات، انا عايز الام. طب انا بعد الولاده ادي لها احقنه ايه بعد الولاده؟ طبعا قلنا بنحقن ايه وبنتصرف ازاي وبنعمل ايه، كل الكلام ده قلناه. بس برضو احنا مع الناس للاخر. برضو انا مش عايزك الام تمسك الام كل شويه تحقنها، كل شويه تدي لها حقنه، كل شويه لا عايز ادي لها كالسيوم، لا عايز ادي لها فيتامين، لا عايز كل الكلام ده يا جماعه. برضو عشان بس يعني الارنب اصلا بطبعه كائن ما كانش بيتحقن ولا اي حاجه. بس احنا قلنا احنا طالما احنا حبسناه في العين او طالما حطيناه عندنا في المزرعه، فاحنا اللي بنتابعه واحنا اللي بنبص عليه، فبندي الحاجات اللي ناقصه وبنحقن كذا وبنتصرف كذا علشان المشروع ينجح معاه. ديتي حاجه عشان المشروع اللي انت عامله، ان انت بتدي له كذا وبتحقنه كالسيوم وبتعمل علشان انت عايزه يبقى في افضل حال. مش معنى ان هو انت عايزه في افضل حال ان كل ما اخش المزرعه اجيب الارنب واحقنه. ريح دماغك من الحقن، يعني مش كل حاجه حقن، مش كل حاجه، عشان حضرتك تبقى مركز معايا. انا مش عايزك على طول تحقن. انا قلت لك بعد الولاده بنعمل طريقتين اتنين، حقنتين اتنين. لو هحقنه، لو عندي بين ستريب او انا قادر اجيب البين ستريب لانه غالي جدا دلوقتي، بجيب بين ستريب وبدي سنتي بعد الولاده وخلاص ما حصلش حاجه وما اقعدش اعمل حاجه ثانيه. بنظف الجيوب التناسليه بتاعه النتايه وبحط في المهبل بتاع النتايه من جوه شويه بتادين دش مهبلي. بعد الولاده مباشر بعمل لها عمليه غسيل، ان انا انضف، ان ما يبقاش في اي حاجه متعلقه، ان ما يحصلش، ما يبقاش في مثلا اي ميكروب اي بكتيريا تخش للرحم وتعمل التهاب رحم. فبنضف من الخارج حوالي المهبل والمهبل، بنضفه بتادين الدش المهبلي كويس. وريت لكم الطريقه، لو عاوز تعرفها ارجع للقناه، ارجع الفيديوهات هتعرف الطريقه احنا بنتصرف ازاي وبنعمل ايه. بعد كده لو انا ما عنديش او مش عندي البين ستريب، بحقن. بجيب انا دي طريقتي، بجيب الاوكسي تراسكلين 5% وبحقن 2 سم بعد الولاده على طول. يعني انت عندك ده بعد يحقن ده يحقن ده، مش الاثنين، عشان ما حدش فاهمني غلط. مش هحقن ده وده، لا، انا يا اما الموجود البين ستريب يبقى بين ستريب بحقنه طول المفعول، ده بنسلين طول المفعول وخلاص الموضوع خلص. ويستحسن البين ستريب عشان بس حضرتك تبقى ايه، تبقى معايا. طيب انا ما عنديش بين ستريب وعندي الاوكسي 5%، بحقن 2 سم بعد الولاده وخلاص على كده. طب انا حد قال لي ان بعد ما احقنها مثلا البين ستريب وكده بحقن شرطتين افوماك. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. غير كده لا، يعني انت بتحقن بين ستريب النهارده مثلا، بتفوت يومين وتدي لها شرطتين ربع سنتي بس، عشان برضه ايه، انا ده اللي انا شغال بيه، ربع سنتي بس. واقوم حقنه للام، يبقى انا بدي لها دوره كل 45 يوم بحقنها افومات. دي طريقتي ماشيه معايا كويس، ما اقولكش على حاجه الا لما بكون مجربها. لو انا بحقن الاوكسي تراسكلين اللي هو ال 5%، بسحب ال 2 سم في السرنجه وبسحب عليهم في نفس الوقت الافوماك في سن واحد وبحقنهم مره واحده. ماشيه معايا الحكايه، ماشيه وكويسه جدا، والامور ما فيش فيها مشكله. على ان حد يختلف معايا او ما يختلفش ما فيش مشكله، كل اراء الناس على دماغنا، بس دي الطريقه اللي انا شغال بيها وماشيه معايا كويس، ما فيش فيها مشكله. طيب انا مش عايزك تعمل غير اللي انا قلت لك عليه. مش كل شويه احقن النتايه، مش كل شويه عاوز بعد الولاده ادي للنتايه كالسيوم، وعايز بعد الولاده ادي لها مثلا فتح شهيه، وبعد الولاده ادي لها ملط فيتامين. كل ده كتير قوي، يعني كل ده كتير، الحقن ده كتير قوي على النتايه بصراحه. انما انت تعمل ايه يا باشا؟ زي ما قلت لحضرتك، عايز تدي كالسيوم ادي في الميه، في برنامج الميه تشرب. عايز تدي فتح شهيه ادي في الميه. عايز تدي فيتامين الف د ادي في الميه. اي حاجه، بطل تحقن في النتايه وحط لها في الميه وهي تشرب.
هو ايه المشكله؟ الحقن اسرع شويه، بس برنامج الميه لو هو دايم مش هتحتاج تحقن حاجه، علشان الامور تبقى واضحه معاك. ما نقعدش كل شويه نحقن في النتايه نحقن في النتايه، كل ما النتايه تشوفني وانا اشوفها ادي لها، لا ابدا، كده كتير عليها وكده غلط. وممكن ممكن برضه بتحقن كالسيوم يعمل خراج، لان خلي بالك الكالسيوم او في حاجات، في مواد في الحقن بتبقى تقيله وذاتيه، يعني فيها زيت جامد كده وتقيله. اما بتحقن الكالسيوم ده على طول بسن بيطري وتحقنه على طول في النتايه، بالحته دي بتعمل خراج. واغلب الناس هتقول لك الكلام ده صحيح. انا مره حقنت كالسيوم فعملت لي خراج فوق الرقبه، لان الكالسيوم تقيل. فعايزك برضه معلومه هي، عشان لما اقول لك اتفرج على الفيديو للاخر، ممكن تكون معلومه تفيدك. هو ده اللي انا بقوله لك. الكالسيوم ما بيجي يتحقن بيتحقن ببطء شديد وبسن عادي، ما تحقنوش بسن بيطري. سن بيطري بيضخه كله مره واحده، انما السن العادي صغير وبتحقن ببطء. فعلى ما بيمشي شويه 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 ما بيقومش يعمل خراج، لانك ما راحش كله مره واحده، حط كله في مكان واحد، ما عادش اتصرف. والجسم لما بيخش حاجه غريبه بتقلب بخراج وتعمل ايه عزك الله الكحده، ده بيبقى الجسم رافضه، فبيطلع لك في شكل خراج. فانت بتبقى تضطر وترجع النتايه بعد ما كانت سليمه، عشان حضرتك شغال حقن النتايه باظت. فخلي بالك من الموضوع ده. عايز تدي كالسيوم ادي كالسيوم في الميه، عايز تدي فيتامين ادي فيتامين في الميه، ما عدتش تمسك النتايه عمال على بطال تحقن. طيب فيه ناس برضو، علشان برضو معلومه اقولها لحضرتك، في ناس اول ما النتايه 10 ايام، النتايه 10 ايام ادي لها كالسيوم شويه، ادي لها فيتامين، احقنها. في ناس والله انا ما بتكلمش الكلام ده مش جايبه كده للفيديو وخلاص، لا، الكلام ده عملي وبنشوفه وناس بتقوله لنا. يعني واحد بيحقن فيتامين بي، يقول لك انا حقنتها فيتامين بي واديتها كالسيوم واديت لها ملتي فيتامين واديت لها كافوزان. طب ليه كل ده؟ علشان الارانب، عشان الام خلاص في مرحله الحمل عايزه تبقى كويسه، عشان تبقى العيال تيجي كويسه والام تبقى صحتها كويسه. اقول لك انت بتعمل خطا كبير جدا وانت مش واخد بالك، لان لو حقنت كالسيوم والنتايه عشر، حقنت فيتامينات والنتايه عشر، الجنين بيكبر في قلب النتايه. الجنين بينزل حجمه كبير، بس بيقوم يكبر في النتايه. لما بيكبر في النتايه ايه اللي بيحصل؟ بيعمل لها عسر ملاده، والارانب ما بتتولدش بسهوله، وفي الغالب بيحصل مشاكل كتير. يعني زي ايه؟ زي ان الام يحصل لها تحجر اجنه، لان الجنين كبر قوي في بطنها جوه، فولدت حاجه والحاجه الباقيه فضل فيها ارنب ما عادش نافع ينزل، او مات من كتر الحقن او كده، فبيقوم يحصل لها تحجر اجنه، والارنب ده ما عادش بينزل من الرحم. فانت علشان تبقى بتدي لها الفيتامينات دي كلها انت السبب في الموضوع ده. انما انا ادي، هتقول لي طب انت ما بتدي الكالسيوم في الميه او بتدي ده في الميه، بتدي لي العشاير وكله، بس مش يعني مفعول الدواء في الميه اقل من مفعول الحقن المباشر، تمام؟ فبياخد برضه على مراحل. يعني اللي الحقنه هتعمله مثلا في يوم، التاني بيعمله في 3-4 ايام. فهنا الوضع بيبقى افضل شويه والامور بتمشي معاك كويس. وبعدين انت لما بتيجي تدي كالسيوم مثلا في الميه، تدي للقطيع كله، بتدي اللي هي الاملاح مثلا تديها مره في الشهر، ما بتديش كتير زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، تدي الفيتامينات مره في الشهر. فالامور بتبقى ماشيه معاك كويس وماشيه زي الفل. لا، اعمل امتى؟ يعني يا عم محمد ما حقنش كالسيوم ابدا، يعني يا عم محمد ما حقنش فيتامينات ابدا، يعني الكلام ده لا. بص بقى، علشان المعلومه تبقى واضحه لحضرتك زي ما قلت لك، برجع وبكرر في اخر الفيديو تبقى المعلومه. برجع وبكرر لاحقن لما يكون عندي هزيله تعبانه بدات تخس، بدأ فيها كان عندها مرض ولا قدر الله مثلا كان جالها جرب وعم عالجته الام خست، كان جالها مثلا التهاب ضرع وعم عالجته الام خست، دي احقنها كالسيوم واحقنها ملتي فيتامين واحقنها كل حاجه، لان الام ديت محتاجاه. يبقى الحقن في الفيتامينات وقت ما الام تحتاجه. الحقن او يا جماعه انا ما احقنش الا لما يكون في حاله يعني بعالج في حاله علاجيه احقن بقى، انا مضطر لكده فاحقن. انما الام كويسه وماشيه معايا كويس ما اقعدش احقنها عمال على بطال. طالما ماشيه معايا كويس بحقن بعد الولاده بس،
بعد كده ما عدتش بحقنها، اللي انا قلته لحضرتك ان انا بحقن بعد الولاده بس، مش على طول احقنها كل الفيتامينات دي. طب عندي ليها حاله مرضيه بعالجها، بحقنها او بحط لها في الميه، لان دي حاله محتاجه كده. والكلام ده مش هينطبق، ما يبقاش عندك مثلا في المزرعه 20 كلهم في وقت واحد عيانين، لا، ده في الام العيانه اللي محتاجه، وفي الام السليمه اللي شغاله معايا كويس ما حقنهاش وما زودش عليها الحقن. تحياتي لكل الناس، يا رب دايما من نجاح لنجاح تبقوا في افضل حال، دايما مشرفين ومنوريني على قناه اخوكم محمد حسان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.